نفسي ابطل اتكسف من الرجال كل ما اتعامل معاهم، بالذات لو الكلام فيه ضحك او لطف. برتبك وبكشر وصعب احط عيني في عينهم عموما، واكتر فكره بتجيلي انهم هيفهموني غلط او هيكتشفوا ان انا مش كويس. اوكي، طيب هنا في حاجتين مش حاجه واحده. اول حاجه مشاعر الانجذاب او مشاعر الفرحه. هنا بعض الناس ما بتبقاش عارفه ازاي تعيشها، ما بتبقاش عارفه ازاي تعرف تتبسط ان حد ان هي مبسوطه في القعده، وان هي منجذبه لراجل. ست منجذبه للراجل بتحس انها بتوتر لانها مش سامحه لنفسها انها تنجذب اصلا للرجاله، وبالتالي ان القعده اللي فيها ضحك وانبساط في انجذاب، وده طبيعي. مش كل انجذاب هو انجذاب يا اما جنسي يا اما انجذاب ان احنا نتجوز. ساعات بيبقى في انجذاب ان انا انجذاب للقعده الحلوه، انجذاب للكلمتين الكويسين. فهنا الانجذاب ده اللي هو ايه؟ طاقه تخليك قاعد متجه للاتجاه ده. خلاص، فبالتالي ناس كتير ما بتبقاش عارفه ازاي تعيش مشاعر الانجذاب وتتوتر منها نتيجه ان هي حاسه انها منجذبه او متحمسه لمكان ما. فهنا كل اللي محتاجين ان احنا نتعلمه ان احنا نعيش في الموقف دوت، ونسمح لنفسنا ان احنا نعيش حاله الانجذاب دوت، ومره واثنين وثلاثه لحد ما نتعود على الشعور ده ونعرف نستوعب. فالهروب من الموقف مش هيساعد، هيثبت المشكله. دي اول حاجه. تاني حاجه هي نظرتك عن نفسك، ان انت مفترضه في نفسك ان انت وحشه. ده قرار انت واخداه عن نفسك. فكونك ان انت بتشوفي نفسك بان انت وحشه، ان هم هيشوفوكي لو اتعرفوا عليكي، فده بيوترك زياده. ان كل ما حد يتعرف عليكي اكتر ده بيوترك، لانه هيعرف حقيقتك بالنسبه لك اكتر، اللي هي الحقيقه ان انت وحشه. وبالتالي الحقيقه دي امتى تبقى حقيقه؟ لما انت تصدقي فيها. فمفيش حقيقه. البني ادم يقدر ان هو يشوف نفسه بايا كانت الصوره اللي هو يحب يشوف نفسه فيها. لو هو عايز يشوف نفسه ان هو يعني اجمل انسان في الكون، يقدر يشوف نفسه بالشكل دوت ويصدق فيه، ويبقى علاقته مع نفسه بالشكل ده. ولو هو عايز يشوف نفسه ان هو اوحش انسان في الدنيا، هيقدر يشوف نفسه كده، حتى لو الناس كلها بتشكر فيه والناس كلها بتمدح فيه والناس بتقول له كلام جميل جدا. ما بيصدقش اي حاجه من كلام الناس، وما بيصدقش غير رايه في نفسه، لان ده اكبر حاجه مؤثره عند البني ادم، فكره. البني ادم بيعيش نتيجه افكاره مش نتيجه الواقع. فهنا ما دام الحته دي موجوده، محتاجه ان انت تستوعبي ان انت مش محتاجه تغيري الناس، ولا محتاجه ان انت توتري من الرجال، محتاجه تغيري نظرتك عن نفسك. الطريقه اللي انت بنيتي بيها نظرتك عن نفسك ان انت وحشه طريقه خاطئه، لانه الانسان ما ينفعش ان هو يقيم لا بممتلكاته. ممتلكاته دي من ضمنها جسمه وشكله، يعني اصل من الاصول اللي انت اتوهبت لك اول ما اتولدتي. فده حاجه ما اخترتيهاش، انما جزء من ممتلكاتك. بس الانسان ما بيقيمش على بناء على ممتلكاته. والناس مش بتنجذب للشكل اللي هو المريح بالنسبه لها، انما هي بتنجذب اكتر وبتعرف تعيش اكتر مع الشخص اللي هو قادرين يكونوا معاه لغه حوار وتواصل مريحه اكتر، مش الشكل ده مجرد بدايه. فمن الاخر كده اطلبي مساعده عشان تغيري نظرتك عن نفسك، علشان انت لو فضلتي عايشه كده انت بتضيعي عمرك على الفاضي. انت شايفه نفسك بعين ناقده، بعين فيها حكم قاسي وحكم مش عادل، وبالتالي محتاجه مساعده ان انت تغيري من طريقه نظرتك ليكي. لانه حتى كلامي دوت هيبقى بالنسبه لك كلام اللي هو الجمله الشهيره انه الكلام سهل. متفهم؟ اطلبي مساعده هترتاحي. ضيعيش عمرك.